ومرحبا بكم في ماردين، ماردين العريقة، ماردين القديمة، ماردين 5000 سنة حضارة، 5000 سنة تاريخ، بين عرب، بين مسلمين، بين أكراد، بين مسيحيين، بين طائفات أخرى حتى أنا ما سمعتش عليها قبل من اللي دخلت لتركيا. فما طوائف جديدة سمعت عليها لهنا، خليط كبير متاع لغات. أول مرة نمشي في الشارع نسمع العربي بالكثافة هذية، وعرب مهمش سوريين أما عرب أتراك، يعني هما أتراك في الجنسية، ما هم جايين من حتى بلاصة أخرى، أما يحكيوا بالعربي ولسانهم هو العربي. المتعة المطلقة وانت تمشي في شوارع ماردين، متعة مطلقة. للأسف في السخانة 7000، للأسف 41 سخانة توا، اما رغم ذلك متمتع، رغم ذلك الجو الطف شويه من الدرجه نفسها على خاطر البلاصه عاليه شويه. ماردين هي على ارتفاع 1080 متر تقريبا، نجم تدخل في علو عين دراهم. تدخل بين زناقي المدينه باش تتصدم تشابه كبير مع مدينه القدس، وانت تدور هنا تحس روحك كأنك تدور في احيائنا في القدس الشريف، وكأنك في اسواقها، نفس ستيل، نفس المعمار. يا جماعة شنو باش نقول لكم، أول مرة في حياتي نشوف مدينة مسلمة فيها عدد الجوامع قد عدد الكنائس، وهذا يرجع للتركيبة الديموغرافية متاع المدينة في حد ذاتها. كما قلت لكم هي متكونة من خليط بين المسلمين وبين المسيحيين، وزيدها بين الصائبيين، ولا ما نعرفش شنو اسمهم، الصبة صائبيين اللي هي طائفة جديدة عمري ما سمعت بها، لهم مسلمين ولهم مسيحي. دين يعد من أقدم الديانات الموجودة حتى اليوم. بين زناقي المدينة وسواقها طريق يدخلك من دورة لدورة، ومن ثنية لثنية. الجامع يجيوه الناس ويزوروه من البلايص الكل، يقولوا فيه حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قاعدين تشوفوا الجامع عادي، ولكن اللي احنا جينا على خاطره مش الجامع بيدو، بل اللي موجود في الجامع. ما نعرفش كانت تنجموا تشوفوها ولا، اما في البارتي اللي ورايا هذه فيها شعارات الرسول صلى الله عليه وسلم. طلع المدرسة معروفة توا، ممكن نجم نقولوا أيقونة العمارة في ماردين. هذه التوب متاع التوب. يلا وصلنا، أول ما تدخل طرق القهوة هذه. شوف المنظر من فوق يا معلم، شوف 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 السهول هذه الكل اللي قدامك، والديار، احنا الديار اللي شفناهم الكل هاون الجامعة. اوي 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 اوه، برج اللي تستحق التعب، تستحق التعب. تفرج في المبنى، تفرج القبة منا، القبة الأخرى منا، والصومعة وين موجودين الشعارات متاع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه بقية المدينة القديمة كما تشوفوا موجودة على السفح. توفى لهنا ومن غاديك تبدا السهول، ماشي الكل بالطول، فيها شارع بركة رئيسي، المدينة كاملة فيها شارع بركة رئيسي. نجم تشوفوا من غادي. اللي وراي هذايا متحف، نجم تشوف فيه اللبسه التقليديه نتاعهم، كيفاش كانوا يعيشوا، البيوت اللي كانوا يعيشوا فيها من قبل. كالعاده العماره مختلفه كيما تشوف، لا تحسها اوروبيه لا عربيه لا عثمانيه، مش عارف. نصحوني بالحلو هذايا، قالوا لي كيف تجي لماردين لازمك تجربه. دونك جيت لهنا محل كيما نقولوا احنا راك تشوف شعبي باش نجربوا فيه الحلو هذا. تونس. هاي الله يخليك. انتوا عرب؟ اي عربي. المركز متاع ماردين كما قال لي عربي، يعني العرب في المركز متمركزين كما نقولوا احنا، فهمتني؟ وشو فيها بالضبط؟ خرمة. تمر. فيها تمر.
سمنتها عربية. سمنة عربية. عربية. بنينة برجولية. نحن عندنا هون على الفرن. بنينة برشا برجولية والله حقرتها نسخيها كل مخروض ولا حاجة هكا فهمتني. شوف تتقرمش من برا ومن داخل فيها تمر كيما المخروض برشا. يعني قاعدين يصير روعة. نشيل القهوة تو نحط عليها قهوة. كنت قاعد على روحي وقت اللي الراجل سمعني نحكي بالعربي مع صاحبي احمد في التليفون. كملت التليفون من هنا نلقاه جاي تسرسب، قال لي منين انت عربي كذا؟ من بلاد؟ قلت له راني من تونس. جاب الكرسي وجا قعد بحذايا وقعد يهر ويهر فرخ قلبه. شو تقولوا على تونس؟ على حبيب بورقيبة. على تونس لا يعني من بعيد. والله نحن تونس، بس أنا كنت في المدرسة، أنا قريت مكتب مدرسي. قريت مدرسي. نحن كان نحب دولات مو تونس والسعودية، دولات الدنيا رب العالمين، دولات لك الخلق كلها كان حبها. وأنا في التلفزيون في الإنترنت، عندي تلفزيون في البيت. قداي انترنت فيه. انترنت فيه. اي انترنت فيه. اشتاق احب مثلا تونس، ادوسه طلع رئيسه مني بي هاك الوقت الساعه ما بقى حبيب بورقيبه كان طلع على بيوتا تلفزيون كلها بيف. صح بيف. صح سيدي بوسعيد. حتى في تونس كان في تحت الارض يكسوا بيوت تحت الارض. صح نحن اقول لك حبينا تونس ما شفناها، من البيت حبيناها، ما شفناها. لساني يعني تقوم اروح من تركيا لتونس مصاري كثير يروحلي. صح. باسبورت يروحلي، طياره يروحلي، فيزا، نروح لتونس. في فندقات فيها هناك اوتيلات يعني في كمان بلا فيزا. الاتراك بلا فيزا. انت تروح ما بقصي معنا اولاد 5 اولاد. في عندي ولادي بعد 4 5 ما شاء الله. تقوم انا بحدي ترى لتونس جد وانت هسه تقول يا نحن يودينا نحن زي يلزمني هلقة 8. كانت من اجمل المحادثات اللي عملتها من اللي دخلت تقريبا لتركيا، وكان سبب انها تكون محادثه سبيسيال كما هذه انه الشخص كان عربي تو سامبلومون. لغتي التركيه الحمد لله تطورت برشا، لكن مش بالقدر الكافي باش نحكي بالطريقه هذيا. برجوليه من محلاها كي تتعرف على عبد كيما هكايا، تقعد انت مش انت حتى مشيت له، هو يجيك تعرف عليه يحكي لك حكايات كيما هكايا خبابل ما يعرفوها كانوا ولاد البلاد. كما قلنا اخونا الصغير. من المعلومات الغريبه اللي سمعتها اليوم انه فيروز اصلها في الحقيقه من هنا. تصور يا معلم، في الحقيقه بو فيروز هو جاي من ماردين، بوها مولود في ماردين وجاي من ماردين وهو سرياني. يعني كما نقولوا احنا فهمني المسيحيين اللي ديجا شفنا الكنائس نتاعهم السريانيين، هو مسيحي سرياني، حتى هي نورمالمون مسيحيه سريانيه. وهذا يخلي فيروز زادها تكون تركيه، معناها هي لبنانيه في الحق لكن زادها تركيه في الدم. اللي تلاحظوا لهنا فما برشا حاشاكم بهايم وبرشا حصنية، واللي يستعملوهم باش معناها في قضيتهم لهنا على خاطر كلها طلعوا وهبطة، معناها ماردين كلها طلاعي وهباطي، هذاك علاش دونك يستعملوها باش يهزوا حاجات من فوق اللوطة، بما انه الازقة صغار يستعملوها زاد حاشاكم باش يهزوا الزبلة، اذا كان فما زبلة باش يهبطوها ولا باش يطلعوا حاجة يستعملوا البهايم هذوما باش يطلعوا في الزناق.
الدنيا شويه تو باش نحاولوا نخطوا على منظر الغروب قبل ما تبعد علينا الشمس. قاعدين تسمعوا انتباه كيفاش الواحد قاعد يلهث. خويا حضروا رواحكم، واردين فيها كيما اي بلاصه تركيه اخرى معناها برشا طلعوا هبوط. فهمتش هالغرام اللي عندهم هذايا بالصعادي. اخيرا اللي تراو فيها هذه الكل هذه ماردين الجديده، يني ماردين. وانا توا فوق الهضبه اللي فيها القلعه متاع ماردين والمدينه القديمه، المدينه العتيقه. هذا الصفح، هذه اخر بلاصه.